السلام عليكم، معكم ياسين في فيديو جديد. اليوم غادي نشرح لكم الخطوة الثانية بعد ما قمنا بإنشاء هذه الصفحة. كيف ما كتلاحظوا معنا باقي فيها 0 متابع. كيف ما سبق لنا نشرنا هذا المنشور اللي هو بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم غادي نوريكم الطريقة كيفاش نحددوا الفيسبوك بأن الصفحة ديالنا هي صفحة منشئ محتوى، باش الخوارزميات ديال الفيسبوك يساعدونا في تلقي المتابعين والمشاهدات. كنمشيو لثلاثة تشريطات هنا، كنهبطو للإعدادات، ها هي هنا كنضغطو عليها، كنهبطو للأسفل كنلقاو إعدادات الصفحة، كنضغطو عليها. هنا كنلقاو نوع الصفحة، كنضغط على نوع الصفحة. هنا كنلقاو عطيناك جوج اختيارات. كاين الخيار الأول اللي هو هذا نشاط تجاري، الأفضل للأنشطة التجارية التي تتبع منتجات أو خدمات والمنظمات الغير الهادفة للربح والمؤسسات الأخرى. يعني هادشي حنا ما كيعنيناش. كاين الخيار الثاني اللي هو منشئ المحتوى، الأفضل لمنشئي المحتوى والشخصيات العامة والأنشطة التجارية الأخرى التي تسعى لتحقيق أرباح من المحتوى الأصلي. يعني حنا باغي نديرو محتوى أصلي ونربحو منه، إذا كنحددو هاد الخيار كنخليوه كما هو هذا وكنديرو التالي. هنا نقولك يمكن لصفحة منشئ المحتوى مساعدتك في تحقيق أهدافك، رؤى لمساعدتك على النمو. والثانية احصل على عوائد نظيرة إبداعاتك. والثالثة اللي هي تعزيز مجتمع تفاعلي. يعني هنايا كيبينولك بأن الخوارزميات ديال الفيسبوك غادي تساعدك في ظهور الأشخاص الجدد، وبحيث يمكنك الاستفادة من المتابعين الجدد والتفاعل ديالهم، وداكشي هو اللي غادي يخليك تكون مؤهل لبرنامج تحقيق الأرباح. إذا هنا غنديرو تأكيد. من بعد ما درنا تأكيد ها هما كاتبين هنا نوع صفحتك معين الآن إلى منشئ محتوى، يمكنك تغيير هذا النوع كل 7 أيام. إذا هنا دابا راح نقدينا النوع ديال الصفحة ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا. دابا الصفحة ديالنا جاهزة، بقالنا فيها غادي نديرو صورة البروفايل هنا وصورة الغلاف هنا. غادي نوريكم في الفيديو الجاي كيفاش نصوب واحد الصورة بالذكاء الاصطناعي اللي تكون كتعكس المحتوى اللي كننشئوه حنايا. وكان هذا هو الفيديو، نتمنى الى عجبكم هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا، وتخلي واحد المتابعة باش تتلقى الدروس في الوقت وتمشي معنا خطوة بخطوة في المسيرة ديالك نحو تحقيق الأرباح. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في أمان الله. تهلاو.